ايه بربر، بونجور، اخباركوا ايه؟ اهلا، ايوه من المغرب، اهلا وسهلا، تشرفنا. باشمهندس احمد معانا الحمد لله، اهو عرفنا اسم. وصديقنا المغرب بقى نفسنا كمان نعرف اسمه ايه، لانه عنده مشتل تحفه ما شاء الله. كان في حد المره اللي فاتت بيسالني فين بلبل، احنا جبناه اهو بالمره عشان يخش. هاي يا بلبل، عامل ايه؟ النهارده انا داخله علشان كان في ناس بتسالني اعمل ايه. احنا داخلين مش شتاء على الصيف، يعني في وقت الربيع. النباتات متبهدله، نقدر نعمل لها ايه علشان تقدر تقوم تاني زهرة احب الزهور، مش تمام. احنا هنقول ما زهرة معانا من المغرب. اهلا وسهلا بيكو. بلبل فوق دماغي علشان هو دلوقتي مخرج بتاعنا. ايه يا بلبل؟ طيب احنا نعمل ايه بقى؟ باشمهندس احمد متهيألي باشمهندس زراعي صح؟ يعني هو اكتر واحد ممكن يفيدنا او يقول انا بقول صح ولا غلط على المعلومات اللي انا بقولها. ايوه شكرا. باشمهندس، بصي يا باشمهندس عشان بس ما تقوليش انا غلطانه، انا اللي بقوله معلومات انا جربتها، ما اعرفش الكتب بتقول ايه وما اعرفش الاصح ايه، ده اللي انا اعرفه من خبرتي في الزراعه، يعني من التجربه. لكن فعلا فعلا آه ان انا اعرف بيتعمل ايه بجد في الكميات الكبيره. هاي بلبل. في الكميات الكبيره وكده. شكرا، انا كمان بحترم رايك جدا، شكرا يا باشمهندس. انا بصراحه مش عارفه الكتب بتقول ايه، بس انا هقول لكم خلاصه تجربتي. طبعا في الشتاء احنا بنبقى مقللين الري قوي، علشان الجذور ما تعفنش صح، وعلشان لان الجو يبقى بارد، فمع البرود الجو بتخلي الامراض والاعفان بتبقى بتزيد اكتر. فاحنا بنبقى طالعين من الصيف، من الشتاء سوري، النبات مجهد جدا لان احنا بنقلل تسميد. يعني احنا بنسمد بس لو بنسمد النباتات اللي هي الشمس بره، بنحط لها الفيرتلايزر العادي اللي هو الكومبوست. بس انا ما بحبهوش قوي يعني. بس النباتات الشمس في الشتاء بتحبه لان هو بيعمل تدفئة في التربة. فلو احنا هنحط كومبوست هنحطه في الشتاء بس. تمام. لكن لو في الصيف بيبقى صعب قوي نبتدي نحط كومبوست. ففي طريقة الناس بتحب الكومبوست، بيعملوا حاجة اسمها تي كومبوست، اللي هو بيجيب الكومبوست ده ويحطه في حبة مية. مثلا ازازة اللي هي 6 لتر بتاعت المية بتاعتنا، يحط له مثلا كوباية كبيرة أو كوبايتين من الكompost، ويحط عليهم مية، وكل يوم يرجهم كده كويس. فبعد 3 4 أيام أو أسبوع أو مهما بقى، حتى لما بيبتدي إن هو يفك ويعمل في المية، بيعمل تي كومبوست. ده بيبقى بارد مش سخن زي الكومبوست نفسه، فممكن نبتدي نسمد بيه الزرع. تمام. ده لو احنا داخلين في فترات الربيع، يعني اول الربيع زي دلوقتي، لو احنا مش عايزين نجيب الام بي كي. بس مشكله الكومبوست يعني بيشجع الحشرات ان هي تيجي في النبات، ولو هو مش من مكان مش مضمون هيبقى جاي بالديدان بتاعته بحشراته، فبيبقى يعني ممكن يأذي اكتر ما ينفع. شكرا يا باشمهندس جدا، حضرتك بتقول لنا لغايه دلوقتي صح، اشكرك. معانا باشمهندس احمد علي، هو باشمهندس زراعي، هو الدارس، فهو يقول لنا احنا تمام ولا لا. ولو حد تاني جرب اي حاجه برضه شاركونا، انا بحب جدا اعرف ارائكم ايه، لان غالبا الخبرات بتبقى عن طريق ان يعني word of mouth زي ما بيقولوا. يعني انا جربت كذا وانت جربت كذا، لا دي عملت لي مشكله، دي ما عملتليش مشكله. فبيبقى ايه احسن حاجه ان حد يقولك انا مجربها وتمام، فبتبقى فيها ثقه اكبر. اوكي.
طيب ده لو انا هجيب الكومبوست. اوكي. طيب في حاجات تانية زي الام بي كي فراحة، الحاجات اللي هي متحضرة في المعمل، ودي بتبقى ألطف وأحسن لأن أنا ممكن أدوبها في مية الري. يعني مش لازم أراعي زي الكومبوست أحطه على مسافة معينة من نبات، وإن أنا أحط كمية معينة نبات، وإن كتره ممكن يعمل حروق في جذور النبات وكده هو. فال MPK بيبقى معروف إن هو مثلا على كل لتر مثلا 10 جرام، أو على حسب بيبقى مكتوب على الباكج بتاعة النوع نفسه، بيبقى مكتوب عليها ايه اللي احسن حاجة. الام بي كي بقى اللي احنا بنقول عليه بندوبه، يا اما الباودر بتاعه بيجاب ويتدوب في المية، فاحنا بندي العناصر المهمة للنبات. من اهم العناصر اللي موجودة العناصر الكبرى، وفي حاجات اسمها عناصر صغرى. اوكي. فلما بدي ان بي كي، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، اوكي، دول الثلاث عناصر الكبيره اللي بيحتاجهم النبات. النيتروجين عشان الورق، الفوسفورس علشان التزهير، لو نبته بتطلع زهره وبعد كده بتتقلب نبات، زي مثلا الطماطم بتطلع الاول ورده صغيره لونها اصفر كده، وبعد كده او تطلع منها حضن الورده طماطمايه. فلازم نبتدي اما البرعم بتاع التزهير ده يبتدي يطلع، نبتدي نسمد بالطماطم ب NPK عالي الفسفور، عشان يبتدي النبات يتحفز اكتر ان هو يبتدي يطلع براعم كتير للورد، ومنها يطلع الورد يتحول لطماطم. طيب في العادي لو انا مش محتاج الحمامه صاحبه بلبل اللي تيجي كل يوم تقف بيبصوا لبعض، تيجي تقف هنا اهوت وهو يبص لها وهي تبص له، فقشطه يعني، جت تسلم ومشيت. طيب احنا ده لو احنا عندنا في مراحل التزهير، يعني نبات انا بحضره من الشتاء عشان يظهر في الصيف، فانا ابتديت احط له NPK في عالي الفسفور. اوكي. طيب لو انا النبات بتاعي مش بيظهر اصلا، النبات بتاعي هو عباره عن ورق كبير، مثلا زي حاجات داخليه زي الديفنباخيا او الليراتا او الاوبلومينيا او الحاجات دي كلها، انا عايز الورق الضعيف الهزلان ده يبتدي يكبر اكتر ويبقى احسن، احط له NPK فيه نيتروجين اعلى، عشان النيتروجين دايما مهتم ان هو يكبر الورقه. فلما تبصوا على القنوات الانترناشونال اللي هي اجنبيه، وتلاقي كل ورقه نبته عنده قد كده، دي بيبقى دايما بيسمد بنيتروجين. وفي ناس بتجيب يوريا، لان هي لما اليوريا تعمل لها تتحلل في الميه بتطلع نيتروجين كتير. فدي من الحاجات اللي بيستخدموها. اليوريا دي مركب برضو ارخص من NPK شويه، فهو ممكن حد يستخدمه احسن ما يستخدم NPK. تمام. ايه يا روحي، ايه يا روحي. طيب لو انا نباتاتي عاديه خالص وانا مش عارف مرحله تزهير ولا لا، هنبتدي نخش في حاجه تانية الطف. NPK المتوازن، عشرينات او 19 كلهم، هنبتدي نجيبه وندوبه في مثلا معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره على لتر ميه، ونبتدي نرش الورق ونحط جزء صغير في التربه. بس اهم حاجه هيبقى فيه رش ورقي. ليه؟ علشان الورق من الحاجات اللي بتسحب الفيتامينز دي، او بتسحب المكونات دي وبتستهلكها اسرع من ان هي تسحب الجذور وتمشي في النبات وتوصل للورق. فعشان تبقى اسرع بنرش رش ورقي على النباتات بتاعتنا، والنباتات على طول بتسحب اللي هي عايزاه من المكونات دي. بنتكلم في NPK اللي هو المتوازن. اوكي. فده من الحاجات اللي نحطها في النبات من ربع معلقه على لتر ميه، ونبتدي نرش بيه النباتات كلها
كل اسبوعين مره، مع ان هم بيقولوا مفروض ان مره في الشهر. بس هنعمل ايه؟ هنمسك مثلا 10 جرام اللي هم على لتر ميه ونقسمهم نصين، ونعمل ريتين للزرع بتاعنا بدل ما نعمل رية واحدة وفيها كل السماد. لا، احنا ممكن نعمل ريتين ويبقوا احسن، لان النبات زي ايه، بنغذيه كده، بنديله فيتامينات. اوكي يا بلبل، هتوقع الموبايل، هتصلحه على حسابك لو حصل له حاجه. ها طيب، ده من حاجه من الحاجتين. طب حاجه تانية، حاجات كمان تانية، اللي هو العناصر الصغرى. العناصر الصغرى اللي هي الكالسيوم والحديد وكل بقى الحاجات الصغيره اللي بنحطها، كل المعادن التانية يعني، دي ممكن نحطها مرة كل اسبوعين برضو. يعني مرة نعمل مثلا NPK اللي هو العناصر الكبرى اسبوع، والاسبوع اللي بعده نعمل عناصر صغرى، ونبدل العناصر الكبرى اسبوع والعناصر الصغرى اسبوع. فانا اديت في شهر واحد ابتديت اعزز كل الحاجات دهيت للنبات، فهو اوريدي لما يبتدي يخش عليه الربيع يبتدي يظهر ويبتدي يشتغل. يعني انا مثلا عندي فل كان طول الشتاء الورق ودبلان، ورقه بينشف من الشتاء، كل الحاجات دي كلها ابتدينا بقى كورس فيتامينات زي ما بيقولوا. كل العناصر الكبرى والصغرى حطيناها له. حطيت الMPK اللي هو 20، بعد كده هو اسبوع حطيت الحاجات اللي هو عناصر الصغرى كلها، الاسبوع اللي وراه 20 برضو NPK عناصر كبرى، اللي بعديها عناصر صغرى برضو. فالنبات ابتدى دلوقتي يظهر. لما ابتدى يطلع براعم التزهير دي، ابتديت اوقف NPK اللي هو 20 وابتديت ادي NPK عالي الفسفور، لان انا محتاجاه يبتدي يطلع زهور كتيره. فانا مش هيطلع ورق بقى كتير، لان انا بديله فيتامينات معينه. اقول له بالراحه كده بقى، على ما طلعش ورق اخضر كتير، انا مش محتاجاك تطلع ورق اخضر كتير، انا محتاجاك تطلع ورد. فاديله فوسفورس كتير، فهو يبتدي يطلع براعم زهور كتير. اكني بقول له انت هو ده المعدن المطلوب في النبات، ان هو يطلع زهور. فلما اديهوله كتير، هو النبات بيترجم ان هو محتاج ان هو يطلع بقى زهور كتير. فدي من الحاجات برضو المهمة. هاي يا منى، اخبارك؟ لفات يا منى. ها انت بجد بتعمل كده يا علي؟ بجد ربنا يخليك. NPK او 4 انواع. في NPK متوازن، هو 20 او 19 حسب كل شركة. وفي NPK اللي هو بيبقى مثلا عالي النيتروجين، ده علشان مثلا نباتات بتعمل ورق بس، زي الديفنباخيا والاوجلومينيا النبات نفسه مش بيطلع زهرة مهمة قد ما النبات نفسه ورقه مهم. فانا باديله يا استاذ علي، بديله النيتروجين اللي هو محتاجه. انا عندي دلوقتي نبات بزرع طماطم، فلفل، بزرع فل، ياسمين، الحاجات دي كلها، وانا داخله على الربيع، عايزه ابتدي اخلي النبات يعمل، حبيبه قلبي يا منى، يعمل زهور. فاعمل ايه؟ ابتدي اديله الفسفور كتير او الفوسفورس بغزاره، فهو النبات اوتوماتيكلي كده بيترجم ان انا طالبه منه طلع لي زهور. فهو بيبتدي يوقف عمليه ان هو يطلع نموات جديده، مثلا شوتس جديده للورق، او ان هو يبتدي يضرب جذور كتير، ويبتدي يركز كل مجهوده ان هو يطلع زهور. فلما بعد ما يطلع الزهور دي كلها وتبقى موسم التزهير بتاعه يبتدي يبقى في اقصى حاجه، بعد كده هو النبات بقى طلع كل اللي عنده عشان في الزهور دي، والزهور دي وقعت وماتت كل حاجه، فالنبات بقى خلاص اتفلتر من المعادن اللي فيه. ابتدي اديله تاني NPK في متوازن، فيبتدي كله بقى النيتروجين يعلى والبوتاسيوم يعلى والفوسفور يعلى. البوتاسيوم بيبقى لطيف برضو علشان النبته تبقى نفسها عامه تبقى قويه. لكن انا ممكن ادي حاجات تانية غير NPK، ادي العناصر الصغرى. في ناس مثلا تلاقي الورقه عندها فيها اصفرار بطريقه معينه، ده كالسيوم قليل، اجيب العنصر الكالسيوم وحده وابتدي ادوبه في ميه واديه للنبات.
طب انا النبات حاله في الحاله عامه شكله مرهق، ان هو محتاج كل العناصر الصغرى، او في العادي اديله كل اسبوعين عناصر صغرى، فابتدي اديله هاي يا بلبل. ابتدي اديله العناصر الصغرى بتاعتي عشانات وموزن التزهير اعطي اعلى فسفور. بالظبط، صح كده يا استاذ علي تمام كده، ربنا يخليك. انا قبل ما اسمن اقصد بالظبط لما في الموسم العادي، يعني احنا مثلا انا لسه كنت بتكلم طالعين من الشتاء، النبات اوريدي منهار من الشتاء، ممكن يبقى عنده اعفان في الجذور، ممكن يبقى عنده اصابات فطريه، النبات نفسه مش بنسقيه كتير فمش هنسمي كتير، لان النبات اصلا مع اي سقعه تلاقي النبات بيوقع ورقه، فهو بيبقى طالع من الشتاء يعني اللي هو كتر الف خير هو طلع يعني ما ماتش. فاحنا بنبتدي ندي بغزاره ام بي كي متوازن لغايه لما النبات حالته العامه كلها تبقى ممتازه. فساعتها انا بقالي هون لسه بقول انا عندي فله وياسمين كانت حالتها حاله وهي طالعه من الشتاء ورقها كله واقع وكل حاجه، بدي بقالي داخله في شهر ونص كل اسبوعين بدي متوازن ام بي كي وبدي كمان عناصر صغرى. النبات بتاعي ابتدى حالته العامه تبقى 80% كويسه، فابتديت اوقف كل الام بي كي المتوازن وابتديت ادي ام بي كي عالي الفسفور، عشان انا محتاجه ان هو على اول الربيع يبتدي يظهر، ما هو ده الموسم بتاع التزهير بتاع الورود ديت بتاع النباتات دي. فانا الشهرين الجايين هبتدي ادي فسفور جامد، بس الزهور عامه بتسحب من النبات كتير، فبعد فتره التزهير دي النبات بيرجع كده زي طالع من الشتاء منهار، لازم ابتدي تاني اديله متوازن علشان ابتدي اعدله تاني ويبقى حالته العامه ممتازه، وبعد كده ابتدي اديله من النباتات دي، ابتدي تاني اديله ام بي كي مثلا تزهير بس، وافضل امشيه في نفس الليله اللي هي دوره النبات كلها بتبقى بالمنظر ده. بس يا سوزه بتعيط ليه؟ فنفضل شغالين كده. النبات مش مفيش يعني الناس كلها بتجيب النبات من المشتل فاكره ان هو يفضل ماشي في نفس الحاله بتاعته، لا النبات ليه ساعات فوق حبه فوق وحبه تحت، فاحنا لما النبات بتاعنا يعلى جامد ممكن نستهلكه ونخليه زهر او نستهلك منه ان احنا نعقل، لكن لما النبات بتاعنا يبتدي يقع قوي لا يبقى ساعتها هنوقف كل الحكايات التعقيلات وان احنا يزهر والحاجات دي كلها، وابتدي اديله تسميد بحيث ان هو يبتدي يعلى في مستواه تاني ويبتدي يبقى مستواه فوق الجيد، ساعتها ممكن ابتدي اعقل منه او ابتدي اخليه يزهر، يبتدي النبات يقع مني ابتدي اطلع تاني. فهو الحياه كلها بتاعت النبات ups and downs، هو النبات مش منظر بس في الاخر الورده بتاعته، لا هو انت زي ما بيقولوا بتستمتع بالرحله مع النبات. ولما النبات بيقع منك بتتعلم منه كتير، ولما النبات بيعلى جامد بيكافئك على اللي انت بتعمله. يعني النبات لما بيطلع لك زهور ويبقى في احلى منظر ليه انت بتحس ان انت كل حاجه عملتها مع النبات بتظهر عليه، فبتحس ان النبات بيكافئك. لما انت بتطنش النبات شويه النبات بيبتدي يحس ان هو تعبان ويقول زي بيديك رساله اللي هو اهتم بيا شويه وراعيني.